السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو تحلية سهلة بزاف اللي هي لا كريم بروغلي ولا الكريمة المحروقة. لا بريباراسيون تاعها ما راحش تاخدنا وقت بزاف، ثم نوجدوها ونحبو نروحو نلتو بحاجة واحدة اخرى. واللي نحتاجو فيها 200 غرام تاع لا كريم فريش، 100 غرام حليب، 50 غرام صفار البيض، 35 غرام سكر ولافاني. نبدأ أول حاجة في كسرونة ندير الحليب مع لا كريم فريش، نحطهم على نار حتى يغليو. وبيان سور لا كريم فريش لازم الخاصة بالحلويات، يعني 35% بالمواد الدسمة. من جهة أخرى ندير صفار البيض مع السكر واللافاني. هنا نحاولو ما نديروش كامل بياض البيض باسكو حيخسرنا العوسات، هكا ونخلطهم بالفوي. هنا مور ما نحيت الحليب ولا كريم فريش نستناهم حتى يلحقو 60 درجة، ومن بعد نحطهم مع الخليط تاع صفار البيض، ونكون ديجا شعلت الفور تاعي على 150 حتى 160 درجة. دونك هذه هي لا بريباراسيون تاع لا كريم برولي تاعنا. بقات برك نحطوها في لي غامكا وندخلوها للفور طيب. انا استعملت هذوما الموديلات تاع لي غامكا، كل ما يكونوا لي غامكا تاوعنا عاليين راح ياخذولنا وقت كثر داخل الفور. كيما هذا الموديل جاي عالي شوية، بقى حتى ساعة وربع داخل الفور، والموديلات الاخرين اللي يجوا هابطين ياخذوا حوالي ساعة. هنا في الطياب تاعهم راح نطيبوهم على حمام مائي كما قلت لكم من 150 درجة حتى 160 درجة. وهكذا لازم يكونوا مور طياب، يعني حاكمين روحهم مليح. هنا في آخر مرحلة راح نديرو السكر من الفوق ونحرقوه بالشاليمو، يعني هذه التحلية ما كاش أسهل منها. الحاجة سبيسيال اللي في الكريمة تاعنا هي الكوتي تاع الطراوة اللي جاي في الكريمة، والكوتي كروستيون اللي في الكراميل اللي هو السكر اللي ذوبناه. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم، وكالعادة راني نستنى في التعليقات نتاوعكم. تلاقوا بحول الله في فيديو جديد. سلام.